اوعى تشيل الغضروف لما يتقطع، ولو انت عاوز ترجع الملعب في اسرع وقت. ولو كملت الفيديو ده للاخر يبقى ربنا فعلا بيحبك. وتعالى بقى اما اقول لك على الحل النهائي، بس عايزك تصلي معايا على النبي الاول. والحل فعلا وللاسف ومش عاوز اصدمك، وفعلا انك تشيله، لان من اهم المزايا اللي فيه ان هو بيشيل عنك الجزء اللي بيسبب لك الالم مكان القطع نفسه. وهتلاقي كمان ان ده بيساعدك على ان الموبيليتي بتاعت الركبه بتتحسن والوظيفه بتاعتها بتبدا ترجع. وغير كمان بقى من اهم المزايا انك انت فعلا هتعرف ترجع الملعب في اسرع وقت، وده بيكون في حدود من اسبوعين لحد 4 اسابيع. بس للاسف قبل ما تفرح بالمزايا دي خليني اقول لك ان من عيوب الموضوع دوت هتلاقي ان خشونه الركبه بتزيد بسرعه قوي في وقت قصير. والموضوع ده تحديدا بيناسب الناس اللي هم لعيبه الكوره، وكمان الناس اللي جالهم خشونه درجه رابعه وسنهم اقل من 50 و45. في حين بقى لو احنا جينا لاصلاح الغضروف، او بمعنى اصح لما احنا بنيجي بنخيطه، هنلاقي ان العمليه دي بتحافظ عليه وبتساعده في ان هو يرجع لوظيفته. ومن وظيفته ان هو فعلا بيمنع معاك من امتصاص الصدمات للركبه. وخليني اقول لك من مزايا الموضوع دوت ان هو بيقلل معاك من خطر خشونه العظام، وبالذات للركبه في ان هي تيجي بسرعه. بس للاسف العمليه دي مش هتناسب لعيبه الكوره اللي عايزه ترجع الملعب في اسرع وقت، وده لانها هتاخد من 4 لحد 6 شهور. واكتر ناس تحديدا بيناسبها الموضوع دوت هم كبار السن، واي حد بيجيله قطع في العموم ومش مستعجل في ان هو يرجع لاي رياضه جماعيه زي كره القدم. فانت بعد كل ده لما يجيلك قطع في الركبه، انت اللي بتحدد اذا كنت فعلا عايز تشيله ولا تعمل له تخييط. الاهم وفوق ده كله هتسال نفسك سؤال مهم قوي: طب ايه هي مراحل التاهيل لكل حاله من دول؟ دي ان شاء الله هحاول اعمل لكم ليها فيديو تاني. واخيرا لو عجبك الفيديو طبعا مش محتاج اقول لك تعمل ايه.